سؤال من طارق: تنصحني اعمل البشايد الاول ولا العقد ثم البشايد؟ هو الصراحة انا مش قادر افهم يعني ايه حد ممكن يجيب عقد عمل من غير بشايد. انت عشان تجيب عقد عمل المفروض يكون معاك لغة ومعاك بشايد، ففي الحالة دي انت خلاص في اخر حاجة في الطريق، فبتقدم على اي مستشفى سواء جهة عمل، مستشفى دار مسنين، ايا كان المكان اللي هتشتغل فيه. وبعد كده بتعمل مقابلة، ولما بيقبلوك بيبعتوا لك العقد. فقولا واحدا اكيد البشايد قبل عقد العمل. الاول تاخد لغه الماني، ابدا الاول المستوى الاولاني، لقيت الدنيا حلوه معاك، الالماني جاي معاك سكه، خلاص في بدايه مستوى الاتسفاي من A2 ابدا بعد كده راسل الولايه اللي هتختارها. المانيا فيها 16 ولايه، شوف الولايه اللي تناسبك وقدم على بشايد فيها لما ربنا يكرمك ويطلع البشايد، وتكون بعد كده وصلت لمستوى البي 2 بيتس 5. ربنا ييسر تبدأ تعمل بعد كده تراسل المستشفيات وتعمل مقابلة، وبعد كده يجي لك عقد العمل.